اختيار شريك الحياة عادة أو بعض النظريات بتقول إن الشخص بيختار نموذج إما شبه أمه جدا، يعني الزوج بيختار زوجة شبه أمه جدا، مش شكلا طبعا ولكن طباعا، أو بيختارها عكسها تمام. يعني غالبية الاختيارات بتكون في رينج مالي، يا إما تشابه كبير يا إما عدم تشابه كبير. بعد الجواز التشابه ده بيبان، يعني العملية دي مش بتبان قبل الجواز، وساعات مش بتبان غير في الثيرابي أصلا. لما بنبدأ نتكلم مع الزوج في الشكوى بتاعته، هو جاي بيشتكي من لخبطة علاقته مع زوجته، بنبدأ نلاقي إن هو أحيانا بيتعامل معاها وكأنها زي أمه أو زي والدته. بيبدأ إن هو يستنى منها حاجات من غير ما يحس كان بيستناها من والدته، زي الدعم وزي الطبطبة وزي الأمان. طبعا كل ده الزوجة بتوفره، بس بتوفره بطريقتها هي، بتوفره بما يتناسب مع العلاقة الزوجية. أبسط حاجة الأكل. لما بنبدأ نتجوز ونبدأ ندوق أكل مراتي، بيبدأ إيه ده؟ هو الأكل اللي أنا هاكله؟ طب فين أكل مامتي؟ طب فين الأكل اللي أنا متعود عليه؟ فبالتالي بيبدأ ساعات إن هو يزقها إنها تبقى بتعمل أكل شبه أكل أمه بالظبط، ومش هتعرف، لأن الأكل نفس زي ما إحنا عارفين، كل حد أو كل ست بيت ليها نفسها في الأكل. مش بيعمل كده في الأكل بس، لا ده بيعمل كده في كل حاجة. بيحاول إن هو يزقها إنها تكون الكاركتر اللي كانت أمه عليه، إن هو احتمال كبير يكون كان رافضه لكن بدون وعي ده بيحصل. فالزوج، كل زوج محتاج ياخد باله إن زوجتك مش أمك. زوجتك طبيعة العلاقة فيها اختلافات، أبسطها وأوضحها إن العلاقة دي ممكن تتفض. يعني حتى لو إحنا متجوزين بقالنا 50 سنة ممكن تتفض، لكن علاقتي بأمي لا يمكن تتفض حتى لو حد فينا يعني فارق الحياة. فبالتالي دي نقطة مهمة جدا لو خدنا بالنا منها هتساعدنا في إن إحنا نتجنب كتير من المشكلات. ما تستناش نفس العطاء، ما تستناش نفس الاهتمام، ما تستناش نفس الأكل أو نفس الطعم. هتلاقي عطاء وأكل كويس وأمان وكل حاجة، ولكن بشكل مختلف. وعليك إنك تعرف إن ده هيضفي لحياتك معنى أعمق وأحسن. هيبقى عندك مصادر متنوعة أنت محتاجها، بدل ما تحاول تشوه مصدر من المصدرين وترجعه للمصدر الأولاني اللي احتمال برضه يكون ما كانش عاجبك، فأنت في الآخر مش هتكون مرتاح.